إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صباح النور، صباح التفاؤل. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم الفيديو نبي نحكي فيه على طريقة الهريسة الليبية. هي أكلة ليبية أو مقبلات يعتبرها بعض من الناس. الهريسة الليبية هذه مكوناتها بسيطة، وإن شاء الله كل وحدة تقدر تديرها، ما فيهاش أي حاجة صعبة. طبعا نبدو الفيديو بالكابتشينو بتاعنا. لازم نصحصحه قبل ما نخش المطبخ ونديروا الأكلة بتاعتنا. فيديو قصير وجميل، وإن شاء الله يعجبكم يا بنات. وكان عجبكم طبعا ما تنسونيش من اللايك والسبسكرايب وتنشرنا مع أحبابكم وأصحابكم. الهريسة الليبية طبعا هي عبارة عن ثوم وفلفل أحمر حار. نبدو مع بعضنا. أول حاجة ناخدو الفلفل الحمر، نغسلوه كويس، وبعدها نقصوه بالنص ونحولوا منه البذور الحارة اللي هي الزريعة الصغيرة هذه. طبعا في ناس تاخذ الزريعة الصغيرة تنشفها وتعاود تزرعها، وكأنها زي ما تقولي حصلت محصول عندها في الحوش من الفلفل الأحمر. فوائد الفلفل الأحمر طبعا كيف ما أنا كاتبة عندكم، يزيد من معدل الأيض، معناها مهم في عملية فقدان الوزن، اللي تتبع في رجيم أو حمية غذائية، فهو حلو تضيفيه في الأكل. اللي هي الهريسة الليبية حلوة تضيفيها في الأكل بتاعك. مهم في إن الإنسان يعطيه حرارة في جسمه، معناها الإنسان المصيب بالبرد تزيد من حرارة جسمه وتزيده بالدفء. غني بفيتامين جيم المسؤول عن تقوية المناعة. طبعا احنا بنقوي مناعتنا لأن نحن في فصل البرد. يزيد من امتصاص الحديد. أي وحدة عندها نقص في الحديد يا بنات عليه وعلى الهريسة الليبية. ملعقتين منه كشيكين منه توفر قيمة اليومية لفيتامين سي. مكونات الهريسة الليبية سهلة جدا، اللي هي كيلو فلفل حار أحمر، ملعقتين ملح، ملعقتين كراوية، راس ثوم وزيت زيتون. كيف ما مبين في الشاشة ناخدوه نقرضوه صغير صغير بعد ما حولنا الفصوص، ونحطوه في ست البيت، ونحطوا معاه الثوم، ونحطوا معاه كراوية وكشيك ملح. طبعا أنا قسمتها نصين لأن الست البيت عندي صغيرة مش كبيرة. قسمت الكيلو على نصين، كل نص نحط فيه نص راس الثوم، ونحط فيه كشيك ملح وكشيك كراوية، ونحط فيه بما يقارب إلى ملعقة زيت زيتون أو ملعقتين زيت زيتون. نخلطها كويس. في ناس تحبها ناعمة، في ناس تحبها خشنة. أنا بصراحة نحبها بين البنين، منحبهاش بكل سايحة ومنحبهاش بكل خشنة طرفها كبار. لا، هذه المجموعة الثانية حطيت النص الثاني، حطيت عليه زيت الزيتون وحطيت عليه الكراوية وحطيت عليه الملح. طبعا لازم نطحنها كويس كيف ما قلت لكم. وهذه طريقة الطحن، ان هي تقدي تزيدي عليها الدرجة الاولى والدرجة الثانية طبعا على حسب ست البيت اللي عندكم. فيها درجات طبعا اكيدة. تخلطوها كويس يا بنات، وتخلطوا مع زيت زيتون، هو لحمايتها من التعفن عشان ما يصير لهاش عفونة. أنا نحط فيها في الثلاجة في برطمانات، ونصغر في البرطمانات عشان لما نحل البرطمان نستهلكها كلها ونخليهاش فترة طويلة مفتوحة. وهذا هو قوامها. نحطها في البرطمان ونغمها كويس، طبعا يكون محكم الإغلاق. نحط عليها فوق منها زيت زيتون توا كيف ما حيبان عليكم في الشاشة. تنفع تديروا فيها سندوتشات بالهريسة التونة، تنفع تضيفوها للطبايخ. أنا بصراحة نحبها في طبيخة الفاصوليا وطبيخة البامية، نحط لها في هريسة تطلع طعمتها لذيذة يا بنات. ونحطها في أكلات واجد، يعني حتى في العجة الليبية، في سندوتشات الشاورما اللي نديرهن أنا في الحوش. يعني نزيكة بكل وطعمتها بصراحة تهبل. الكراوية فيها تعطي فيها طعمة حلوة وتخفف من اللية اللي الناس اللي تجيهم لية في بطنهم من اللي يتحسسوا من الفلفل الأحمر. يعني الكراوية تخفف اللية. هذا البرطمان الثاني طبعا توزعوها كيف ما انتوا تبوا. اللي استخدامه سريع فيها يحطها في برطمان كبير. أنا حطيتها في 2 تقريبا 4 صغار جني. حكمت إغلاقها كويس، وطريقة الحفظ أننا نحفظها في الثلاجة. واللهم دمها علينا نعمة يا بنات، واحفظها من الزوال. إن كان عجبكن الفيديو ما تنسنيش من اللايك، وشكرا.